ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم. هعمل معاكم النهارده وصفات حلوه جدا، وكمان دي تعتبر كانت مشتريات بسيطه قوي، كانت ناقصاني لاخر الشهر. فالحمد لله المشتريات اللي اشتريتها نص الشهر كملت معايا، فكان باقي كده حاجه بسيطه اشتريتها عشان اكمل كده الشهر، وابدا ان شاء الله معاكم شهر جديد بميزانيه جديده بمشتريات جديده. فاول حاجه ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو، وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. فاول حاجه كده كانت ناقصه عندي طبعا اللبن. بنستهلك كميه لبن كتير جدا الفتره دي عشان بقى كلنا موجودين في البيت. والبنات بقى بتعمل ايه؟ كريب، وبتعمل وافل، إيه بتعمل بانكيك، بيعملوا اللي هي كيكة المج، إيه بيشربوا بقى مشروبات. فيعني كلنا موجودين الوقت ده. فالمهم يعني كنت جايبة لبن، ودايما بجيب اللبن من عند الشباسي، اللي هو اللبن اللي بيتباع سايب بالكيلو، حلو جدا. ولو عايزة اشرب ايس كوفي بحب اشتري اللبن المبسط. وكان بقى العسل والطحينة كانوا خالصين من عندي، فاشتريت بقى عسل اسود الكيلو ب35 جنيه، والطحينة البيضة برضو الكيلو تقريبا ب130 او ب140 حاجة زي كده. المهم اشتريت بقى الكمية دي، قلت تكمل معايا. واشتريت كمان جبنة بقى قديمة تعمليها بقى بطحينة كده وطماطم، تقطعي جنبها بقى بطيخ تفاح، تاكلي جنبها عنب. والجو حر جدا مش متحمل واقفة في المطبخ. فقلت ايه، هشتري الحاجات اللي ناقصة دي. كان عندي كمان في التلاجة إيه اللي هي بقى علب الفول اللي كنت شارياها، وكمان كنت جايبه اكياس طعمية. وطبعا البطاطس المحمرة يعني مش بتأثر معانا في اي حاجة. وفي كمان البنات بتحب اللي هي جبنة دومتي، اللي هي دومتي بلس العادية، فكنت جايبه لهم برضو علبة جبنة دومتي. وكملت كده الشهر الحمد لله، والدنيا كانت تمام. وكمان في فيديو مخبوزات حلو جدا هنزله لكم برضو. والمخبوزات تعتبر من الحاجات الموفرة اللي بتعمل معاكي كمية كبيرة جدا بتكلفة قليلة. فهنزل لكم برضو فيديو مخبوزات حلو قوي، ممكن انزله لكم بكرة. فالمهم يعني يومي كده عدى الحمد لله بسلام، وعملت الروتين المعتاد من اول ما بصحى من النوم لحد ما بعمل الروتين الشخصي كده وبنام. واليوم كده خلص على خير. وكنت شارية كمان بقى فاكهة، كنت جايبة كمان تفاح، وكنت جايبة مانجا اللي هي النعومي، وكنت جايبة عنب كمان بس عشان صورت تاني يوم. دي الحاجات اللي اتبقت من التفاح. والعنب بقى كانت بقى منه شوية صغيرين جدا. وكنت شارية كمان مانجا بقى نعومي في اليوم ده من عند السردي، كنت طالبة اوردر بقى اللي شفتوه معايا الفيديو اللي فات، اللي هو بقى كان فيه اللحمة وكان فيه الكفتة. فكنت طالبة شوية حاجات للبيت، ومن ضمنهم كنت طالبة المانجا اللي هي النعومي دي. وتعتبر دي كانت فاكهة كده اخر اسبوع في شهر 7. ان شاء الله كده نستقبل شهر جديد اللي هو شهر 8، ونشوف كده المشتريات الجديدة هتكون ايه. لان الشهر ده يعتبر يعني من اكتر الشهور اللي هصرف فيها فلوس قد كده البيت فاضي تماما من حاجات كتير قوي. واللي هي بقى الحاجات الاساسيه للبيت، يعني الخزين الاساسي للبيت هو اللي خالص. فان شاء الله هنزل لكم الفيديوهات وتعجبكم وتاخدوا منها افكار حلوه، واقول لكم برضو على العروض اللي نازله في السيره دي واشتريت ايه. المهم كده حبايبي، عشان بقى افضي مساحه كده في التليفون واقدر ان انا اصور فيديوهات تانية. فبدور بقى كده في الفيديوهات، عايزه امسح بقى الفيديوهات اللي عندي. فلقيت الفيديو القمر ده كنت مصوراه في رمضان، كنت بعمل فيه بقى كنافه بالمكسرات زي ما انتم شايفين، اسهل طريقه هتعملي بيها كنافة بالمكسرات. وكملوا برضو معايا بقى الفيديو، هتلاقوا وصفة كده غدا سهلة وسريعة ومش محتاجة وقفة في المطبخ كتير لان الجو صعب جدا. فتعالوا بقى اقول لكم كده على طريقة صينية الكنافة بالمكسرات. اول حاجة كده معايا صينية المقاس اللي انت تختاريه. هتكسري بقى شوية بقى بندق على لوز، إيه عندك مثلا عين جمل، عايزة تعمليها بالسوداني زي ما تحبي. بس السوداني والمكسرات لازم تكون نية، مش حاجة متحمصة. كان عندي بقى ميكس ما بين اللوز والبندق المش متحمص، كسرت شوية منه وسبت كده كام واحدة قطع. وهبدأ ان انا ادهن عندي الصينية، يعني تكون ايدك سخية كده وانت بتدهني الصينية سمنة. تقدري تستخدمي كل الكمية سمنة بلدي، نص كوباية مثلا من السمنة البلدي او كوباية من السمنة البلدي على حسب مقاس الصينية. او ممكن تعملي ميكس ما بين السمنة البلدي والسمنة النباتي. فالمهم انا كنت عاملة ميكس ما بين السمنة البقري البلدي واللي هي فيرن ميكس اللي هي بطعم السمنة البلدي، برضو كانت حلوة جدا. فزي ما انتوا شايفين معايا دهنت الاول عندي الصينية بالسمنة، بطنتها كده كويس، ورشيت بقى عليها كمية المكسرات برضو اللي تحبيها على حسب ظروفك وامكانياتك. ومعايا بقى الكنافة كنت مجمداها كده في الفريزر، هبدأ ان انا اخدها كده فرم ناعم جدا في الكبة معايا. وعشان الكنافة ما تفتفتش معاكي وتبقى قطعة الكنافة كده متماسكة وحلوة، بتزودي نص كيلو كنافة 3 معالق كبار من السكر البودرة.
طب هو لازم سكر بودرة يا شيمو؟ ايوه لازم سكر بودرة، عشان هو اللي هيخلي فيه تماسك في الكنافة، وما تبقاش معاكي قطعة الكنافة بعد التسوية مفتفتة كده معاكي وما تعرفيش تشيلها من الصينية. لا، هتلاقي كده الصينية معاكي تطلع كلها قطعة واحدة وزي الجاهزة واحلى كمان. فزي ما انتوا شايفين خلطت بقى عندي كده السكر مع الكنافة. ويفضل الكنافة اللي انت بتعمليها سواء كنافة بالمكسرات او كنافة بالكريمة ان الكنافة تكون ناشفة. كل ما كانت الكنافة ناشفة معاكي كل ما هتاخدي معاكي نتيجة ولا احلى من كده. دايما بنروح كده نشتري كنافة ندور على الكنافة الطرية الطازة، بس دي ليها استخدامات معينة. في اللي هي انواع الكنافة اللي بتتلف مثلا زي رول كده، زي ما هتشوفوا معايا النهاردة في الفيديو، برضو كان مقطع برضو كنت مصوراه ونزلته لكم مع وصفة الكنافة. فالمهم الكنافة الطرية دي ليها كده اللي هي عش البلبل، او ممكن تعمليها اللي هي الكنافة الاسطوانية، او تعمليها كنافة كورن كده على اللي هي الكورن الاستانلس. فالكنافة بقى اللي هي الطرية اللي بنقول عليها كنافة طرح دي كده ليها استخدام. انما لو عايزة تعملي صينية كنافة بالكريمة او صينية كنافة بالمكسرات لازم تدوري على الكنافة اللي هي بتكون ناشفة كده وهايشة. يا تاخديها تجمديها في الفريزر وتبدأي تكسريها كده بايديكي وهي متجمدة، او تاخديها تعمليها بقى في الكبة كده مع 3 معالق كبار من السكر البودرة وهتبقى معاكي ممتازة. ولازم الكنافة تكون ناعمة قوي زي ما انتوا شايفين. فنزلت بقى عندي بكمية الكنافة على كمية بقى المكسرات كده وضغطتها كويس جدا. مش باخد بقى الكنافة وببدأ ان انا اشربها كلها في السمنة وابدأ ان انا ارصها كده على الصينية. الخطوة دي هتكون متعبة شوية ومش هتلاقي نفسك ظبطتيها كويس. فالمهم بتاخدي الكنافة وهي ناشفة خالص كده، بتبدأي ان انتي ترصيها كده على المكسرات. او لو هتعمليها بالكريمة بتعمليها بنفس الخطوات، بس طبعا الكريمة بيبقى فيه طبقة في النص كده بتزودي فيها طبقة اللي هي القشطة الكدابة او اللي هو الكاستر، وتبدأي ان انتي تنزلي بالطبقة التانية من الكريمة. وعملتها معاكم كتير قوي قبل كده. انما الكنافة اللي هي بالمكسرات بتبدأي ان انتي تضغطي الكنافة كويس جدا في الصينية زي ما انتوا شايفين. وبعد ما بتضغطيها كويس قوي معاكي بقى نص كوباية سمنة كمان بتبدأي تزوديها على الكنافة. دخلتها بقى الفرن كده على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط. بتاخد معاكي تقريبا ممكن 45 دقيقة أو أكتر شوية أو أقل شوية، ده على حسب درجة حرارة الفرن عندك. وبتطلع معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بكون بقى محضرة عندي شربات كده، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. متعارف ان الكنافة بتحب الشربات التقيل جدا، بس بجد انا بحبها بالشربات اللي هو الوسط. يعني بعمل الشربات بيناسب كل الحلويات، سواء كنافة سواء قطايف سواء جلاش. فبيكون مقداره مظبوط جدا، وهتلاقوه بقى موجود عندي في تحضيرات شهر رمضان. عملت معاكم بقى كل الحاجات دي من الالف للياء. فالمهم كده حبايبي هبدأ بقى هنا ان انا اقلب عندي صينية الكنافة بالمكسرات القمر جدا دي. يعني انتوا بقى شايفين هي صينية الكنافة بتتحدث عن نفسها. انت لو هتشتري صينية كنافة مقاس تقريبا 28 من اي بقى مكان معمولة كده بسمنة بلدي، شوفي بقى الرقم اللي انت هتدفعي فيها قد ايه. ولو هتشتريها برضو بالكيلو طبعا الكنافة والحاجات دي بتكون تقيلة من السيرب اللي احنا بنزوده. فبرضو مش هتلاقي الميزان معاكي تقيل، هتلاقي مثلا الكام قطعة وزنهم كيلو، والكيلو برقم برضو دلوقتي. فانت بنص كيلو كنافة في البيت تقريبا نص كيلو ب30 جنيه. واي بقى عندك شوية فول سوداني اي شوية مكسرات موجودين عندك، وبرضو السكر اللي هو السيرب والسمنة والحاجات دي كلها من قلب البيت، مش هتحسي ان انت بتكلفي نفسك اي حاجة. فزودت بقى شوية برضو سيرب على وش الكنافة بعد ما قلبتها عشان تبقى كلها كده ايه طعمها مسكر وحلو. وهنا بقى عندي احلى صينية كنافة بالمكسرات. وطبعا بقى وانتي بتقطعي هتلاقي المكسرات ايه يعني داخلة كده جوه الكنافة لان احنا ضغطنا الكنافة كويس جدا. وبقى الكم معلقة سكر البودرة اللي احنا زودناهم هو اللي هيساعد معاكي ان صينية الكنافة تتقلب معاكي بالشكل الحلو ده. لو مفيش سكر بودرة وجيتي قلبتيها وهي سخنة هتنزل معاكي من الصينيه. يعني بصوا مفتفته مفتفته. فتعالوا برضو اقطع لكم كده ايه قطعه كنافه كده حلوه. شايفين بقى الجمال، الطبقه اللي فوق بقى دي كلها مقرمشه. والناس بقى اللي بتحب الكنافه اللي هي طريه شويه مع مقرمشه هتعجبكم جدا. فزي ما انتوا شايفين بقطع بقى كده قطعه، عايزه تقطعها مربعات عايزه تقطعها مثلثات زي ما تحبي. فالمهم هقطع لكم برضو قطعه كده وتشوفوها وهي متقطعه. جربوا بقى الوصفه الحلوه دي، بجد مش هتندمي ان انت عملتيها. وخصوصا لو انت مستخدمة نوع سمنة يكون كويس. ممكن كمان ان انت تسيبيها تتصفى شوية من كمية السيرب او السمنة الزيادة اللي فيها. برضو دي خطوة حلوة جدا لو انت عايزاها اخف شوية.
طب لو انا عايزه اصفي الكنافه يا شيمو اصفيها ازاي؟ بتميليها بس كده شويه، يعني ممكن تحطي تحت الصينيه طبق كده وتميلي كده الصينيه معاكي شويه، هتلاقيها صفت معاكي كل الكميه الزياده، سواء سمنه او سيرب، وبيكون طعمها حلو قوي. في كمان عندي هنا بقى الناس اللي بتحب الكنافه المقرمشه كده الناشفه الحلوه، كنت عامله برضو رولات الكنافه، بس دي بقى بتتعمل بالكنافه بقى اللي هي الطرح، الكنافه الطريه هي اللي بتاخديها بقى كده شرايط، وتقطعي بقى على حسب مثلا مقاس صباع الكنافه اللي انت عايزه تعمليه، وتبداي ان انت تلفيها بقى على شكل صوابع. الحشوه برضو ليكي حريه الاختيار فيها، ممكن تعملي لها مثلا حشوه مكسرات، بس يعني يفضل ان انت ما تزوديش فيها زبيب عشان يعني بيتحرق معانا بسهوله، فخليها مثلا سوداني او اي نوع مكسرات مع جوز هند، هتبقى معاكي ممتازه جدا. ومره قبل كده كمان عملتها بحشوه الموز برضو كانت حلوه قوي. فليكي طبعا حرية الاختيار ان انت تعملي الحشوات اللي بتحبيها. والطبق الحلو ده تقريبا كان نص كيلو كنافة او اقل كمان من نص كيلو كنافة، لان كنت عاملاه اليوم ده، كنت عاملاه بعد الفطار، والبنات بقى بتحب تاكل الكنافة النية اول ما اجيب كنافة من بره بيحبوا كده ياكلوها وهي نية، فكان متبقى عندي الشوية بقى اللي اتبقوا، فعملتهم كده على شكل اصابع، وزي ما انتوا شايفين شكلها كده حلو جدا. وكل بقى الكنافة ما كانت طرية كده وحلوة معاكي، كل ما هتاخدي معاكي نتيجة احلى واحلى. فاعملي بقى اصابع الكنافة، او اعملي صينية الكنافة بالمكسرات او كنافة بالكريمة، الكنافة متوفرة معانا طول السنة، وكمان بيكون ليها طعم مميز قوي في شهر رمضان، وبرضه بيكون ليها طعم مميز غير شهر رمضان. فجربوا الوصفة الحلوة دي يا بنات وان شاء الله تعجبكم. وتعالوا بقى اعمل معاكم وصفة سهلة وسريعة كده، ما تاخدش معانا وقت كتير، وتعتبر اكلات صيفية خفيفة ترحمنا شوية من وقفة المطبخ، لان الجو فعلا مش متحمل يعني تقفي في المطبخ ولا تشغلي فرن. انا شغلت الفرن شوية، حسيت ان انا حرفيا بسيح من الحر. فالمهم كده حبايبي، كان عندي بقى شوية من الهوت دوج او السوسيس، وحمرت بقى بطاطس، وعندي بقى كاتشب ومايونيز، معاكي كمان جبنة موتزاريلا او مشكل جبن، ومعايا كمان بقى الكريب اللي هو الكريب العادي، وهعمل بقى لنفسي الكريب اللي هو القمح الكامل. في كمان الجبن الكريمي اللي هي بقى بطعم الشيدر او بطعم الجبنة الرومي او بطعم القشطة. طبعا انا بحب منتجات ريفال جدا، فدي كده منتجات ريفال زي ما شفتوا معايا، في منها الجبنة الكريمي، في منها الجبنة الرومي المبشور، في منها الموتزاريلا الطبيعي، في منها كمان الموتزاريلا اللي هي قليل الدسم، في الموتزاريلا اللي هي منزوع الدسم، في كمان نوع موتزاريلا بيتعمل للكنافة اللي هي الكنافة اللي بتتعمل بالجبنة، في برضو نوع منها. فالمهم كده حبايبي، هعمل لهم النهاردة سندوتشات بطاطس سوري، معاها بقى شوية من السوسيس او الهوت دوج. ممكن تستبدلي السوسيس والهوت دوج بأي حاجة تانية موجودة عندك، شاورما فراخ مثلا، او ممكن لحمة معصجة، ممكن عندك مثلا اللي هي الناجتس او الستريبس، ممكن تعمليها سادة خالص من غير اي اضافات غير البطاطس والجبن الموتزاريلا، بتكون طعمها حلو جدا. فهاخد بقى عندي كده عيش الكريب، وازود فيه بقى كده مشكل جبن موتزاريلا بقى اللي هي العادية والرومي المبشور، وهزود فيها كمان بقى بطاطس، والصوصات بقى اللي بتحبيها زوديها، وقفلي بقى عندك كده وحدات الكريب الحلوة دي، وخديها كده بصمات في الجريلا او في اي طاسة عندك بشوية زيت، وهتستمتعي باحلى سندوتشات في البيت، حقيقي طعمها حلو قوي. ممكن كمان تزودي مخلل الخيار، برضو يعني بيخلي كده التست معاكي احلى واحلى. وفي كمان العيش السوري، لو متوفر عندك عيش سوري اعمليها بالعيش السوري، بس الوقت ده كان متوفر عندي اللي هي الكريب كده الجاهز، بيبقى حلو جدا. وكمان ممكن تعملي الكريب في البيت اللي هو بيتعمل بمية ودقيق بس، اللي هو الكريب الاقتصادي، برضو بيكون حلو جدا. وكل الوصفات دي عملتها معاكم قبل كده. فالمهم انا شغالة بالحاجات اللي هي متاحة عندي. البنات بقى كانوا بياخدوا مني كده اللي هي وحدات الكريب الحلوة دي، وكل بقى واحدة فيهم بتعمل السندوتش اللي هي بتحبه كده على مزاجها، عشان ايه؟ في اللي بتحب الكاتشب، في اللي مش بتحب الكاتشب، في اللي بتحب المايونيز، اللي مش عايزة سوسيس، اللي يعني فاهمين قصدي، كل واحدة فيهم وليها ذوقها الخاص في الاكل. فعملت بقى سندوتشات ليا والمحمد، والبنات بقى كل واحده فيهم كانت عامله السندوتش اللي هي عايزاه بمزاجها والاضافات اللي هي بتحبها. شايفين بقى دقيق القمح الكامل بيكون حلو جدا، اللي هو عيش التورتيلا القمر ده. فاخدته بقى عندي كده، هسيبه في القلايه الهوائيه، ممكن ترشي عليه زيت، وممكن تسيبيه خالص من غير اي زيوت، او ممكن تاخديه مثلا بصمات في الجريلا، بس في القلايه الهوائيه بيكون خطير جدا. فهكمل بقى عندي كده السندوتشات زي ما هم عايزين، وزي ما انتوا شايفين كده، هم اصلا كانوا حواليا، كل واحده فيهم بتاخد بقى الحاجه اللي هي عايزه تزودها للسندوتش اللي هي هتعمله. وقفلت بقى السندوتشات الحلوه دي، واخدتها كده ايه بصمات على الجريلا،
وتعالوا بقى شوفولي السندوتش بقى اللي اتعمل في القلاية الهوائية قد ايه كان جميل. كان عندي كمان اصابع الجبنة الموتزاريلا، خرجنا برضو اصابع جبنة موتزاريلا وحمرناها كده في الزيت. معاكي بقى كاتشب، جبنة كريمي، مايونيز. كنت عاملة كمان كوباية تمر هندي لان الفيديو ده كان متصور في رمضان. فالمهم يعني دي كده تعتبر فكرة صيفية حلوة جدا لو انتي مش عايزة تقفي في المطبخ كتير. ممكن تاخدي بقى صينية العشاء الكبيرة وتاخدي عليها بقى كل الحاجات اللي انتي عايزة تعمليها، وتقعدي بقى في مكان كده يكون جيد التهوية، مروحة مثلا او تكييف، وتعملي بقى لفات السندوتشات الحلوة دي وتاخديهم مرة واحدة بقى على البوتاجاز على طول. تاخديهم بقى بصمات كده، هيبقى معاكي احلى سندوتشات بطاطس سوري بالسوسيس او بالهوت دوج او باي اضافه عندك، او عندك بواقي التلاجة كده جمعتي كل الجبن اللي في التلاجة وزودتيها مع شويه بطاطس هتكون معاكي برضو حلوه قوي. فجربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. وكمان الكنافه الخطيره جدا، يعني بجد هتنبسطي قوي من الكنافه بالمكسرات او كنافه بالكريمه او رولات الكنافه. فجربوا بنات الوصفات دي. وده كده حبايبي كان فيديو النهارده. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ويوم جديد ووصفات جديده احلى واحلى، ومع الف سلامه.